يا مساء الهنا والسعادة والسكر الزيادة على كل متابعين إيمي والعائلة. إذا كنتوا بتتابعوني على قناتي إيمي والعائلة يوتيوب أو على صفحتي إيمي والعائلة فيسبوك، يلا بينا كده. لو ما عملتيش الرز بالطريقة دي تعالي معايا شوفي الطريقة دي، هتعجبك جدا وجديدة في نفس الوقت. بما إننا كده بنحتار كل يوم في الغدا بتاع كل يوم هنعمل إيه هنسوي إيه، طب ما تيجوا معايا تشوفوا الأفكار السريعة والسهلة والجديدة دي نعرفها مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو. نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ بصوا بقى، انا هنا عندي حله سخنه، نزلت بالماده الدهنيه بتاعتي، زيت سمنه اللي موجود عندك ومتاح عندك اشتغلي بيه. وهنا استخدمت كوبايه رز لانه زي ما انتم عارفين العيله صغنونه خالص كده، فاستخدمت كوبايه رز. فالرز بقى ده حسب الكميه، تكتري تقللي زي ما انت عايزه، يعني حسب افراد اسرتك. معايا كوبايه من الرز متنقيه ومغسوله زي الفل. طبعا انا عندي هنا الماده الدهنيه بتاعتي خلاص سخنت، هنزل بكوبايه الرز ونقلبها كده. قلبي قلبي بقى لحد ما ايه، حبايه الرز كده تتغلف بالماده الدهنيه عشان تديكي في الاخر نتيجه كويسه. كل ما تتغلف بالماده الدهنيه كل ما تكون حبه الرز بتاعتك تبقى منطوره كده ومش معجنه. تكات بسيطة بس تفرق جدا. انزلي بقى بنص معلقة من البهارات الشرقية، اسمعي اللي بقولك عليه وجربي، مش هتخسري حاجة بل بالعكس هتكسبي طريقة جميلة جدا. ومعاها كمان فص توم، والتوم ده حسب بقى كمية الرز. فص توم، ايوه فص توم، ما تستغربيش والله هيديكي طعم وريحه وجمال مفيش بعد كده. وانزلي كمان في اخر تركه بالفص المستكه، وقلبي بقى الرز بتاعك لحد ما الفص المستكه يدوب دوبان كده. وانزلي بقى كوبايه الرز، احنا عارفين الرز المصري لها كوبايه من الشوربه. واظبطي بقى يا ستي الحدق بتاع الرز بتاعك واتفرجي بقى، شوفي شمي الريحة وهتاكلي احلى حبة رز. عايزة اقولك هيودوكي في حتة تانية خالص وهتبقي مميزة عن غيرك، صدقيني اسمعي مني. جربي بس الطريقة دي وقوليلي ايه رأيك فيها. عايزة اقول لكم بقى على حاجة، اول 5 دقايق النار تبقى عالية على الرز، بعد ما يخش في التشريبة زي ما انتوا شفتوني وانا بفتح الغطا كده توطي خالص تماما على اوطى درجة، وتسيبيه خالص على الهادي كده لحد ما يتشرب معاكي ويستوي تماما ويبقى جميل زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه اقول لكم الرز سخن مولع وطالع ازاي مفلفل، حاجه كده اللهم بارك تستاهل بقكم. يلا اعملوه بالتركه الجديده دي ومش هتندموا والله، هتكسبوا احلى طريقه بجد وهتقولوا يا ريتنا كنا عملناها من زمان. يلا بقى تعالي كده اما اوريكي حبة افكار برضو نقدم بيها الرز بتاعنا. جبنا بولة زي ما احنا شايفين كده، وحطينا علبة صغننة او اي بولة عندك بقى اللي موجود عندك، وهنكبس البولة بتاعتنا بعد ما نبل لها مية عشان تطلع معانا بكل سهولة، وهتدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصي بقى، تحطي بقى فيها سلطة، تحطي تسيبي البولة الصغننة اللي هي كانت في قلب البولة الكبيرة دي وتحطي فيها بقى بطاطس، اي حاجة موجودة، طبيخ عندك، ملوخية، اي حاجة. ده برضو شكل من الاشكال، سهل وبسيط. وعايزه اقول لكم ان العين طبعا بتاكل قبل البق، فلازما كده نمتع نفسنا بحاجات بسيطه وسهله بس بتفرق والله معانا جدا في تقديم الاكل. وده بيكون شكل برضو تاني، ممكن ان انت بعد ما تشيلي البوله الصغننه كده اللي في النص طبعا ننزل بقى بقطع فراخ، ننزل بقطع لحمه، ننزل بحبه بطاطس متحمرين، يعني اديله كده لمسه جماليه من عندك. عايزه اقول لك والله بتفرق جامد جدا. ويا رب تكون الفكره بتاعت النهارده قدرت ان انا اوصلها لكم. اعملوا الرز بالطريقه دي مش هتندموا، هتكسبوا طريقه جديده. يلا الفيديو بتاعي انتهى، اسيبكم على خير واشوفكم بخير باذن الله في فيديوهات سهله وسريعه وجديده وكلها على قد الايد. يلا سلام.